مساء الخير مشاهدينا الكرام، نحييكم في هذا البث الإخباري العاجل، حيث تعيش مخيمات تندوف في هذه الساعات واحدة من أكثر اللحظات توترا منذ سنوات طويلة. فالمعطيات المتداولة من داخل المخيمات تشير إلى حملة اعتقالات واسعة ومفاجئة استهدفت العشرات من الأشخاص الذين أعلنوا رغبتهم في العودة إلى المغرب وسط حالة غضب واحتقان غير مسبوقة. مصادر محلية داخل المخيم تؤكد أن عناصر الجبهة نفذت خلال الساعات الأخيرة عمليات مداهمة ليلية طالت عددا من الخيام والمساكن المؤقتة بحثا عن أشخاص عبروا عن مواقفهم بشكل علني أو شاركوا في نقاشات تطالب بفتح ممرات إنسانية تسمح لهم بالخروج من المخيمات. هذه التحركات بحسب نفس المصادر رافقتها حالة استنفار أمني وانتشار مكثف للدوريات في محاولة واضحة لفرض السيطرة ومنع انتشار موجة المطالب بين باقي السكان. أما التقارير التي تتسرب من هناك فتكشف عن انقسام حاد داخل قيادة الجبهة، تيار يدعو إلى التشدد الأمني ومحاصرة أي حركة احتجاجية، وتيار آخر يحذر من أن الضغط المتزايد على السكان قد يفجر الوضع ويخلق حالة من الانفلات الاجتماعي يصعب التحكم فيها، خصوصا مع تصاعد الأصوات المطالبة بالخروج من المخيمات ورفض الوضع القائم. هذا الانقسام الداخلي يتزامن مع تدهور ملحوظ في الأوضاع المعيشية، حيث تتحدث مصادر إنسانية عن نقص في التموين وتراجع في الخدمات الأساسية وازدياد شكاوى السكان من سوء الظروف، الأمر الذي قد يكون أحد أهم أسباب اتساع موجة الرغبة في الرحيل. وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيان رسمي يوضح حقيقة ما يجري. الصمت يسود، والمخيمات تعيش حالة ترقب مشحونة في انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات، خصوصاً أن الموضوع يرتبط بحقوق إنسانية أساسية على رأسها حق التنقل وحرية اتخاذ القرار في مغادرة المخيمات. مشاهدينا الكرام، سنواصل متابعة هذا الملف لحظة بلحظة، وسنوافيكم بأي مستجدات فور وصولها. ابقوا معنا، وشكرا لحسن المتابعة.